ما تسمعش معايا الملخص دوت لو انت عارف كل زوايا المنهج. زوايا المنهج كتيره ومختلفه، زاويه بين الملف والمجال، زاويه بين الملف والعمودي على المجال. تعال نلمهم في اقل وقت ممكن. انا عندي في الاول في الفصل الثاني بدات باول قانون الفاي ام، كان اي بي ساين سيتا. السيتا دي كانت بين ايه؟ بين الملف وبين اتجاه المجال. خدنا قانون بعديها تاني قانون في سيتا علينا في الفصل الثاني، كان الاف سلك اللي هو القوه المؤثره على سلك، كان بي اي ال ساين سيتا. السيتا كانت بين ايه؟ بين السلك واتجاه المجال. ثالث حاجه عندك كانت عزم الازدواج، ده كان قانون مختلف شويه لان كان القانون بتاعه بي اي اي ان ساين سيتا. وجيت اقول لك السيتا ديت بين ايه وايه؟ كانت بين الملف والعمودي على المجال. كان كل اللي قبلها بين الملف والمجال، بين السلك والمجال، ودي الوحيده اللي جت بين الملف والعمودي على المجال. اشتقينا من عزم الازدواج حاجه اسمها عزم ثنائي القطب الام دي، دوت كان دايما عمودي على الملف. هل هو بيعتمد على السيتا؟ هو لا يعتمد على السيتا لان القانون بتاعه ما فيهوش سيتا، هو دايما عمودي على الملف. دخلنا بقى على الاجهزه. اول سيتا قابلتنا في الاجهزه كانت في الجلفانو، كانت في قانون حساسيه الجلفانو، كانت عباره عن سيتا على اي. قانون حساسيه الجلفانو سيتا على اي بالملي او المايكرو. ايه السيتا اللي كانت في القانون دي؟ دي سيتا انحراف مؤشر الجلفانو. طيب بعد كده في سيتا ايه تاني؟ كان ممكن يقول لي في سيتا للاميتر، سيتا للفولتميتر، سيتا للاوميتر. اي سيتا من الكلام ده هي عباره عن ايه؟ كانت عباره عن السيتا بتاعت انحراف مؤشر الجهاز، ان كل من جهاز من دول ليه مؤشر بينحرف يمين او شمال، فالزاويه من اتجاه المؤشر والانحراف بتاعه هي دي الزاويه اللي ممكن يتكلم فيها في الجزء ده. دي كل السيتات بتاعت الفصل الثاني. دخلنا على الفصل الثالث. عندنا اول حاجه قانون فاراداي اي ام اف المتوسطه لملف سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. فاي ام هنفكها زي الفصل الثاني اي بي ساين سيتا، السيتا بين ايه وايه؟ بين الملف والمجال. خلصنا. دخلنا بعد كده على قانون ثاني اي ام اف سلك، كان سالب بي ال في ساين سيتا. الساين سيتا ديت السيتا كانت بين السرعه والسلك او بين اتجاه السرعه والمجال. طيب بين السرعه واي حاجه تاني. طب لو جاب لي الزاويه بين السرعه والسلك والسرعه والمجال الاثنين في نفس المساله، هتبقى ساين سيتا الاولى في ساين سيتا الثانيه، ودي هنأكد عليها في فيديو بعد كده. نخش على الدينامو. كانت الاي ام اف اللحظيه في الدينامو كانت ام اي بي اوميجا ساين سيتا. السيتا بتاعت الدينامو دي كانت بين ايه؟ بين الملف والعمودي على المجال، زيها زي السيتا بتاعت عزم الازدواج. نيجي بعد كده الاي ام اف المتوسطه، كانت عباره عن ايه؟ قانون فاراداي عادي، اي ام اف ماكس ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على 2 باي في اكس على واي، اللي هي ايه؟ النسبه بتاعتها. طيب السيتات دي كانت بين ايه وايه؟ سيتا 2 وسيتا 1 كانت سيتا بين الملف والمجال، وشرحنا الاي ام اف المتوسطه في فيديو قبل كده. والرسمه العظيمه دي بقى اي سيتا موجوده عندك في درس الدينامو خدها سكرين عشان هتحتاجها اكيد بعد كده. يعني مثلا هنا عندك بادئ من الصفر، يعني الاي ام اف بصفر، وعند ال 180 ثاني مره الصفر، وعند ال 360 ثالث مره الصفر. يجي مثلا عند ال 30، احنا هنا كل ده في الجزء الموجب وهنا في الجزء السالب. عند ال 30 وعند ال 150 نصف القيمه العظمى الموجب الاولى ونصف القيمه العظمى الموجب الثانيه. تيجي مثلا عند ال 45 وال 135 القيمه الفعاله الاولى والقيمه الفعاله الثانيه الموجبين. ال 90 طبعا الماكس الموجبه. ونيجي لل 210 اللي بعد ال 180 دي سالب النصف العظمى الاولى، وعند سالب نصف العظمى الثانيه عند ال 330. نيجي عند ال 225 وال 315 دي سالب الافكتيف الاولى، ودي سالب الافكتيف الثانيه عند ال 315. وطبعا عند ال 270 دي سالب الماكس. يبقى الماكس كانت الموجب بتاعتها عند 90 والسالب عند 270. واخر حاجه عند ال 360 كانت الاي ام اف بصفر. ودي كانت كل السيتات اللي عندك في درس الدينامو بدءا من الوضع العمودي. وبس كده. لو فهمت معايا الملخص ده ما تسمعش معايا الملخص الجاي، ويلا